فرق مایه قومی کرد زمان ناشکی و دانه تو به زمان ناشکی و دانه تو به زمان کسنه کردن برن کسنه کردن برن کرد جنده جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کسنه کردن برن کسنه کردن برن کرد جنده جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم خوردن مریوتی مثل فیل دیمان و قادیمان هر اجتمان دیمان و قادیمان کرد و کردستان کسنه کردن برن کسنه کردن برن کرد جنده جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن لاوی کرد را بوی سرفی و شیران بابقی نفسی بکن تاجی جیهان بابقی نفسی بکن تاجی جیهان کسنه کردن برن کسنه کردن برن کرد جنده جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن خوردنون تر حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا مساء الخير وحياكم الله مشاهدي بيف تي في الأكارم. تعلمون جيدا يا أحبائي الأفاضل بأن كورونا أو كوفيد 19 أو كورونا دلتا أسماء علمية لمرض فيروسي انتشر لأول مرة من مدينة ووهان الصينية لتشمل كافة قارات العالم، واختلف الكثير من العلماء وأصحاب الرأي والقرار الدولي حول أصله ومنشأه وسبل علاجه والوقاية منه. فهناك من اعتبره فيروس مصنوع لأغراض حرب بيولوجية، وآخرون وصفوه كأي فيروس وبائي مثل الفلوزة. وبين حان ومانا دفعت البشرية وما تزال ضحايا بالملايين، ولم تستطع لليوم كافة المختبرات ومراكز الأبحاث العلمية العالمية إيقاف تحوراته وإيجاد العلاج النهائي لآثاره المدمرة والمتنوعة على مختلف مناحي الحياة البشرية، وخاصة في الدول والمجتمعات النامية والفقيرة ومناطق الحروب والنزاعات الداخلية مثل بلدنا سوريا التي تعيش منذ أكثر من 11 عاما في حالة حرب داخلية وحروب خارجية عليها جعلتها تكون ساحة لأبشع وأقذر صراع دولي أشعل فتيلها الأنظمة والعقائد الإيديولوجية العنصرية الشوفينية المتعاقبة على حكمها منذ أكثر من نصف قرن، وآخرها حكم العصابة البعثية الأسدية الطائفية بمرحلتي الأب والابن الذي جعل سوريا كمزرعة عائلية خاصة لهم. ولليوم عبر استخدام كافة الوسائل والأدوات الإجرامية ومنها مرض كورونا للفتك بأبناء غالبية المناطق الخاضعة لحكمه من خلال تقصده بعدم اتخاذ إجراءات الحماية والوقاية المطلوبة، والذي جعل شعبنا يعتبره بشار الأسد بأنه هو كورونا سوريا السياسي الأعظم، وهو ما سنناقشه الليلة مع ضيفينا الكريمين الأستاذ أحمد الرمح، وهو شخصية اجتماعية وسياسية وكاتب وباحث سوري معروف من تيار التنوير الديني
وله عدة كتب مطبوعة في التنوير الديني ونقد الإسلام السياسي، ويعمل على تفكيك خطاب الكراهية والعنف والتطرف عبر الكتابة في عدة مراكز أبحاث ومواقع إلكترونية، وكان من مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني ونائب رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق سابقا، وهو مستقل لا ينتمي لأي تيار أو حزب سياسي، لا سابقا ولا لاحقا كما يقول الأستاذ أحمد. أهلا وسهلا بك، نورت شاشة بيف تي في. أستاذ أحمد رمح، أهلا وسهلا بك. يا هلا ومرحبا، شكرا لكم على هذه الاستضافة. أشكرك وأشكر فريق البرنامج على هذه الاستضافة وهذا اللقاء الذي أتمنى أن نقدم فيه ما يمكن أن يضيف شيئا لمشاهديك ومتابعي هذا البرنامج، فشكرا لكم مرة أخرى ومرحبا بكم. ومرحبا بك مرة أخرى ونورتنا أستاذ أحمد. كمان نرحب بالضيف الآخر الأستاذ عبد الباقي رجو، ما بعرف إذا حضر على الاستوديو، قال بده يتأخر 5 دقائق. أستاذ عبد الباقي رجو طبعا المعروف كرديا ببافي نوروز، وهو شخصية اجتماعية حزبية وطبية معروفة من مواليد قامشلو عام 66 و900 وألف، حاصل على شهادة معهد صحي قسم التخدير والإنعاش من مدينة دير الزور عام 1985، ويعمل منذ ذلك الحين بالمجال الطبي ومع اهتمامه بالشؤون السياسية والثقافية، وهو يقيم منذ سنوات في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، ويشغل عضو قيادة تنظيم إقليم كردستان لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا، وهو كان صاحب مكتبة بدر خان الشهيرة في قامشلو. أستاذ أحمد يمكن أستاذ عبد الباقي رجو يمكن ما وصل على الاستوديو، نرحب به حينما يدخل. قبل أن نرحب بالأستاذ أحمد الرمح، مشاهدي بيف تي في الأكارم، لابد أن نشكر الأستاذ عبد الباقي الحسيني رئيس الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد الذي يدير إخراجا هذه الحلقة من وراء الستار، له منا كل الشكر والتحية. أحمد الرمح، نورتنا مرة أخرى. يا هلا ومرحبا فيك. هلا أستاذ أحمد، هل حقا سوريا تعيش حالة الكورونا السياسية الأخطر من المرضية؟ كورونا السياسية المرضية ممكن له علاج، ولكن الكورونا السورية السياسية هناك من يعتبرها أخطر. ومتى ستجد اللقاح الأنجع للقضاء على فيروس العصابة الأسدية؟ نعم صديقي الكريم، تفضل. يعني أشكرك على هذا المصطلح الرمزي، الكورونا السياسية. الكورونا السياسية هي أخطر ما ابتلي به هذا الشرق البائس، الشرق البائس الذي ابتلي بكورونا السياسية، وهي المعادل الموضوعي للاستبداد. فأنا بالنسبة لي الكورونا السياسية هي الاستبداد، والاستبداد هو خصم كل ما هو إنساني وكل ما هو ديمقراطي وكل ما هو وطني. هو المعرقل الرئيس لهذا الشرق البائس، معرقل عن النمو والتطور والتحضر. الشرق البائس في مجمله يعاني من هذه الكورونا السياسية، ولا شك نحن في سوريا التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصها من هذه الكورونا الاستبدادية السياسية، نعاني منها منذ 1970 أو أكثر، حتى منذ وصول حزب البعث إلى السلطة، لأنه كما تعلمون الأسد الأب والابن هم يعني أبناء شرعيين لهذا النظام البعثي الذي استطاع أن يشق المجتمع السوري عموديا ويفرق بين أبنائه. فنحن في سوريا كما تعلمون، ويعلم من يعرف سوريا تماما، لا نجد فرقا ما بين مكون وآخر، لا على أساس ديني
أو طائفي أو مذهبي ولا على أساس قومي أو عرقي. نحن أخوة، لأنه ما يجمعنا في هذا البلد أشياء كثيرة. ما يجمعنا أولا هي الإنسانية التي تجمع البشرية كلها، وهي التي على أساسها كان التكريم الإلهي، ولقد كرمنا بني آدم. وهذا التكريم للإنسان لكونه إنسانا، وليس لكونه مسلما أو لكونه قوميا أو لكونه متدينا. هذا الإنسان ما دام غير مفسد في الأرض أي في الوطن وفي المجتمع فهو مكرم إلهيا. فما يجمعنا في سوريا كثير، يجمعنا حب سوريا، حب هذه الأرض، يجمعنا حب الخير للإنسانية كلها، يجمعنا أننا نريد أن نعيش كالبشر. نحن يحق لنا أن نعيش كالبشر، وعندما نسأل كيف يجب أن نعيش كالبشر، أن نعيش بحرية، أن نقول آراءنا بكل حرية ما دام هذا الرأي حتى لو كان غير متوافق معنا. المهم أن لا يستخدم هذا الرأي للعنف والتطرف والإساءة للآخرين، فيحق للناس أن تقول آراءهم منضبطة هذه الآراء بقانون عام ضمن دستور لا يفرق بين مواطن ولا آخر، ولا بين ذكر ولا أنثى. فكما نريد لكل المواطنين أن يعيشوا بسلام، أن يعيشوا بحرية، أن تتحقق العدالة الاجتماعية، أن يعطى هذا المواطن على الكفاءة لا على الولاء. كما تعلم في دولة البعث الكورونا السياسية ولدت كورونا حزبية، فكان العطاء يتم على أساس الولاء وليس على أساس الكفاءة. فإذا كان سين من الناس بعثي وعين من الناس غير بعثي وهما متساويان، أو عين يفوق سين يأخذوا سين لأنه بعثي. هذه أيضا من الكورونات القبيحة التي عانينا منها في سوريا. في سوريا نحن كنا نعيش، يعني المجتمع السوري قديما قبل مجيء البعث لم يكن هناك تفضيل على أساس بعثي، ولم تكن هناك نعرات طائفية. يعني أنا ابن الجزيرة من حيث مسقط رأسي وعائلتي، ولكنني عشت في دير الزور وأعمل في دير الزور. حينما كنت صغيرا أنا رضعت من صدر أمي حتى يعني عمر متقدم شوية، يعني حتى 9 سنوات، كوني وحيدا ليس لي أخ. فكانت جيراننا في الحسكة على اليمين بيت فاطمي الكرد وعلى اليسار بيت قومي مسيحيين. فإذا يعني احتجوا إلى الحليب وأمي مشغولة، إما تأخذني، إحنا نقول حبابة فاطمي، أو تأخذني الست من بيت قومي. فما كان في عندنا هذا التفريق قبل أن تأتي على مصطلحك الكورونا السياسي، قبل أن يأتي الاستبداد ويقوم بشق هذا المجتمع عموديا. وكما تعلمون يعني مثلا في الجزيرة نعرف جيدا حينما جاء منصورة قال كلمته الشهيرة جئت وكانوا الأحزاب وكانوا الكرد جزءا واحدا فجعلتهم أحزاب تعدت معرف 20-30 حزبا. هذا النظام الذي ولد من الرحم البغيض، رحم البعث، الذي ما مر على شيء إلا أساء إليه وإلا أفسده. هذا النظام أثر في كل المكونات سلبا. هذا النظام أساء إلى سوريا الأرض وإلى سوريا الجوار وإلى سوريا الإنسان. لذلك اليوم علينا أن نتحلى بالوعي، ولا يمكن أن يتحقق الوعي السوري الوطني إذا لم ننطلق من القاعدة الأساسية والقاعدة الرئيسة التي هي أن ننظر إلى بعضنا كبشر. يعني أنت إنسان وأنا إنسان، الذي يخالفني في الدين إنسان، والذي يخالفني في العقيدة إنسان، والذي يخالفني في المذهب إنسان، وفي الطائفة إنسان، وفي الحزب إنسان. أن ننظر، لأننا نحن نعاني من خواء إنساني. هذا الخواء الإنساني يجعل المجتمع السوري بكل مكوناته هشا
ممكن أن تتغلغل إليه هذه الكورونا السياسية لتضرب جهاز مناعته التي هي بالأصل هشة، فتستطيع أن تفعل فعلها. نحن في سوريا، وأنا أتحدث عن نفسي، أنا لا أنظر إلى الآخر لأنه علوي وعاديه، لا حاشا لله، أو درزي أو سمعوني أو شيعي أو كردي أو سرياني أو عربي. لا، نحن بشر، يجب أن نتعايش كالبشر حتى نعيش ويعيش أولادنا ويعيش أحفادنا فيها. الإنسان أكثر رقيا من البشر طبعا أستاذ أحمد. طبعا الإنسانية هي الأصل، وكما تعلم العلوم الإنسانية هي التي طورت الإنسان. العلوم البشرية هي قضايا تتعلق بالفيزيولوجيا، يعني في نقول الطب البشري، لكن الآداب والفلسفة هي من العلوم الإنسانية. بالضبط. طبعا نرحب هنا قبل أن نسألك سؤالا أستاذ أحمد، نرحب بأستاذ عبد الباقي رجو. طبعا نورتنا أستاذ عبد الباقي، سنعود إليك. أستاذ أحمد، أنت ذكرت على الكورونا السياسية وامتداداته مثلا على الحركة الكردية السورية كنموذج، وأيضا هناك نماذج مثلا الائتلاف والأطر المعارضة كلها، يعني للأسف من الكورونات السياسية المتحورة، يعني لا يقل فظاعة عن كورونا الأسد، يعني من حيث العنصرية وإلغاء الآخر. وهل توافقنا الرأي؟ أولا أرحب بالأستاذ والصديق الأستاذ عبد القادر رجو معنا، بالتأكيد هو إضافة يكمل ويحمل معي هموم البلد. نعم صديقي الكريم، يعني ما كنا ننقد فيه النظام وجدنا في جانب المعارضة الرسمية ما هو أسوأ، يجب أن نقولها. يعني أنا أختلف مع النظام، ولكن في المعارضة وجدنا ما هو أسوأ. النظام لم يتحدث في الطائفية لكنه مارسها، لم يتحدث في تقسيمات ومحاصصات لكنه مارسها. أما المعارضة التي كانت هي نتاج ثورة، أقصد مؤسسة المعارضة وتحديدا الائتلاف، مع احترامي لبعض نعم، وهيئة التنسيق أيضا، يعني هيئة التنسيق يعني أنا أعرفهم جيدا، منصات القاهرة نفس الحالة يعني. لكن الحقيقة هيئة التنسيق تمتلك تاريخ، الحقيقة هو تاريخ يعني ما يسوءها، رغم هي باتجاه يعني ايديولوجي محدد، لكنها ما مارست الفساد الثوري كحالة مثل قوى الائتلاف. لكن الائتلاف المشكلة فيه، وأنا حاضر على تلك الولادات، ولادة الائتلاف وتوسعة الائتلاف، ومن قبل ولادة المجلس الوطني، قام على ثقافة سيئة جدا في سوريا، هي اللي دمرت سوريا، هي ثقافة المحاصصة. يجب أن يكون هناك في يعني عدد معين من الكرد، عدد معين من المسيحيين، عدد معين من العلويين، من يعني سوريا لا تقوم على محاصصات، سوريا ليست كعكة نتقاسمها والأقوى يأخذ أكثر فيها، لا، سوريا لكل السوريين، يقدم صاحب الكفاءة لا صاحب الولاء. هذا ما نحتاجه في سوريا. الخطأ الذي وقع فيه الائتلاف هو اجتر أخطاء النظام وما يزال، ثم زاد عليها حينما يعني أصبحت غالبية، ما أريد أعمم لأن ثقافة التعميم سيئة، غالبية المعارضة الرسمية أصبحت ذات ولاءات خارجية. هنا يعني إذا لم تنتفي فتنقص كثيرا صفة الوطنية ومواصفات الوطنية فيها. أحمد، هناك مظاهر مخجلة جدا، يعني مثلا قيادات رئيس الائتلاف كان، والآن أحد قياداته بأعضاء بحزب أردوغان أو حزب داود أوغلو، يعني ومرشحين هنا ومسؤولين هنا في الائتلاف ومرشحين بالانتخابات التركية. يعني شيء مؤسف، شيء مخجل. يعني الكورونا الأسدية تعدت، هذول عدوها، يعني بالفظاعة. أستاذ سليمان، كما في كورونا أسدية في كورونا ثورية.
يعني أنا لا أعلم هذه المعلومة أنه من الائتلاف من انتمى إلى حزب العدالة والتنمية أو حزب ما عندي، لكني أعرف منهم من أخذ الجنسية التركية، هذا يعني أعرفه. يعني أنور خوجة كان رئيس الائتلاف، ومصطفى محمد مصطفى ما بعرف شخصية كمان. مش أنور خوجة، لا، شو اسمه، كان خوجة كان رئيس الائتلاف، هو يعني تركي مع قبل الثورة، لأنه هو خرج إلى تركيا، كان يعني من أسرة إخوانية، فقبل درس في تركيا وتخرج. المهم هو على أساس سوري رئيس ائتلاف ومحسوب هذا الخلل، هو يعني هذا الخلل، شوف يعني في دساتير العالم لا يحق لرئيس البلد أن يكون ذا جنسية مزدوجة. لا، الحالة السورية اليوم احنا يعني رحنا على الغرب ونعيش في الغرب، واحنا ذهبنا إلى الغرب طلبا للحماية مما حصل لنا ووقع في سوريا، لكن حينما أكون على هذا امتناع الدول الإسلامية عن استقبالنا للأسف. طبعا يعني احنا رحنا بين قوسين، رحنا على دول الكفار، الله يديم منها الكفار وطول لنا بعمرهم ويزيد في ازدهارهم، لأنهم كانوا إنسانيين. يعني حينما تكلمت أنا بالبداية تكلمت على المذهب الإنساني، الأساس الإنساني. حينما نجد في أوروبا الذي استقبلنا وعاملنا بإنسانية، يعني أنا أعيش في بلد أوروبي لم أجد تمييز بيني وبين أي مواطن، في حين أنا لو رحت إلى المعارضة أنا في تمييز. أي ناهيك أنه الآن عندنا كورونا أسدية، وعندنا كورونا ثورية، وعندنا كورونا عسكرية، وهي أيضا خطرة لأنه هذه أيديها تلوثت بالدماء. الثورة ليست كورونا، مو كورونا ثورية، كورونا القناع المزيف، كورونا القيادات المزيفة، كورونا القيادات هيك. طبعا لكن احنا يعني نستخدم لا، الثورة بالأساس ثورة فعل نبيل، لأنه كل ثورات التاريخ وعبر التاريخ الثورة لها مثلث مقدس تعمل من أجله أي ثورة، لكن تنحرف الثورات. المثلث المقدس للثورة هو الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وهذه ما جاء به الأنبياء جميعا، يريدون الحرية، يريدون الكرامة، يريدون العدالة الاجتماعية. لكن حينما احنا نقول كورونا عسكرية وكورونا خلينا نقول سياسية ثورية، يعني لا ننسب الكورونا للثورة، ننسبها إلى هؤلاء. يعني أيضا عندنا الجانب العسكري كان جانبا فاسدا سيئا أساء إلى الكثير، وأخوتنا الكرد سواء من الظاهرة الداعشية أو ظاهرة النصرة أو ظواهر كثيرة، يعني حتى في مظاهر في أيام الجيش الحر أساءوا، لأنه المشكلة التربية. نحن نعاني في خلل أو من خلل في تربيتنا. يعني مجرد أنا مسكت سلاح وأتيحت لي فرصة أنا أنتقم أو أثأر من مكون آخر، وهذا حدث. وأنا يعني تدخلت عندما كنت في الحسكة لما دخلت جبهة النصرة ووصلت الشدادي، رحت أنا وأخ مسيحي وأخ يساري، رحنا انه انتوا وين جايين وشو هاي الخطابات باتجاه الكرد باتجاه المسيحيين هذه لا نقبلها. الثورة تأتي لتخليص الناس من نير الاستبداد اللي سميناه الكورونا السياسية، لا أن تأتي باستبداد آخر. فإذا جاءت باستبداد آخر هي انقلاب وليست ثورة، لأن الثورة تمنح الجميع الحرية. سنحكي على هذا الموضوع بعد أن نرحب مجددا بالأستاذ عبد الباقي رجو، أو كما هو عزيز علينا بابي نوروز. نورتنا، أهلا وسهلا بك مرة أخرى على شاشة طيف تي في. شكرا كثير أستاذ سليمان، وشكرا لأستاذ أحمد، ورحب به، يسعد مساكم. وبالبداية أعتذر عن التأخير لأنه بصراحة بحكم عملي يعني كنت بالمستشفى تأخرت، بعتذر يعني. أنت أبو نوروز خبرتني ب4 عمليات جراحية، اليوم سأخبرك بأسئلتي الإعلامية تنشوف كيف. نحن في الخدمة. تسلم. أول شيء يا ريت لو حبذا نعرف كورونا مرضيا، ما هو كورونا؟
وتحوراته، نسمع مرة بكورونا دلتا، مرة بكوفيد 19، وممكن بكرة اسم آخر، وكذلك بالنسبة للقاحات كانت جرعة واحدة هلأ صارت جرعتين. يعني كورونا هناك من يقول إن في يعني كورونا هو فيروس مصنوع لحرب بيولوجية. يعني ما تعليقك علميا؟ تمام، شكرا استاذ سليمان، وشكرا استاذ احمد. لو جلس شوي الكاميرا لتحت، نزل شوي لتحت مشان تفضل. ايه تمام. هيك منيح يعني. تمام إيه. تفضل. برحب فيكم ويسعد مساكم يعني. وبالنسبه للكورونا السياسيه استاذ احمد حكى بما فيها الكفايه، يعني الله يعطيه العافيه، يعني كفى ووفى يعني. بدنا الكورونا بس طبية. من ناحيه الكورونا الطبيه، كورونا المرضيه، كورونا هو وباء جائحه كورونا سموها وباء عالمي، يعني مش محلي، يعني وباء عالمي اجتاح كل دول العالم. هو فيروس. هلا تركنا من مين صنعها ومين ما صنعها وين صارت وبالصين وهي كل هذا يعني، بس هو موجود، امر واقع موجود. حدث الاصابات اليوم اكثر من 225 مليون انسان مصابين، يعني الوفيات قرابه 5 مليون. يعني صارت امر واقع، هذا لازم نعترف بهذا الشيء. هو فيروس، بس فيروس مثل اي فيروس اللي بيدخل على جسم الانسان، سواء كانت انفلونزا العاديه او فيروس الكبد او فيروس الايدز او مهما كانت نوع الفيروس. فيروس طب موجود على ارض الواقع، ويعني بيدخل على الجسم. بس شلون يعني الفيروس كورونا هو شوي متطور. يعني انا سميته باحدى البوستات، هو سميته الفيروس اللعين، لانه الفيروس اللعين كيف يعني الاعراض ما بتجي كلها متساويه. يعني هناك من يصاب باعراض هضميه، يعني يصاب بسوء تغذيه، بالاسهال، يعني اعراض هضميه. في ناس بيصابوا بيشكوا من اعراض صدريه. نزل الكاميرا شوي لتحت. تمام. يعني ايه، احيانا بيصابوا بالاعراض الصدريه، هو الكحه والسوء ضيق تنفس وما شابه ذلك. يعني هناك من يصاب باعراض صداعيه، يعني اعراض عصبيه، يعني مثلا الحراره والصداع يعني قصد العرض المشترك، الاعراض المشتركه بين الكل هو الخمول. والشد اصابه والشد عرض لما بيدخل الفيروس على الرئه، لما بيدخل على الرئه بيشتغل على الرئه، بيخربها، يعني بيدمر الرئه. اكثر الناس اللي توفوا سببها انه الفيروس دخل على الرئه. هذا مشكله يعني. هذا فيروس بناحيه هون في سؤال. ناحيه انت مخدر يعني وتعمل عمليات كثيره في اليوم. يعني هناك من يقول بالنسبه التدخين ما له اي فائده، ولكن فقط بالنسبه للكورونا تمنع دخوله الى الرئه. هل هذه الكلام او هذه الرؤيه علميه دقيقه انه المدخنين اقل عرضه للاصابه؟ لا، انت بتحب تخففها على حالك او على استاذ احمد، وانا كمان عم بدخن، بس هذا الكلام مو علمي. يعني لما الفيروس يدخل على الصدر بفوت، ما بيسال لا هذا مدخن ولا غير مدخن يعني. بس اكيد عم يلاقيه جو نظيف. ايه، لا هو الاعراض عند المدخن غير الاعراض اللي غير مو مدخن، يعني هذا شويه فرق يعني. بس لما بيدخل على الرئه ما بيسال على هذا ولا هذا، يعني هو يفوت على الرئه. وانا في شغله مهمه احب اذكرها، باعتبار نحن بمجال الكورونا والمشافي. انا انصح اي انسان بقدر الامكان اذا انصاب لا يدخل على المستشفى. انصحه نصيحه يعني. بيحط بلاوي من المصاريف وما بيستفاد. ليش؟ لانه المشافي مكتظه، يعني كثير الناس مصابه، وبالتالي بتصير اهمال. لما بتصير اهمال ما في اهتمام. اكثر شيء الناس اللي ماتوا توفوا هن بالمشافي توفوا، وليس بالبيوت. في ناس ما في بدي اذكركم شغله، في ناس ما بيعرفوها.
الانسان بس يصير على الجهاز التنفس الاصطناعي بيحطوه تيوب، نحن نسميه تيوب رغامه، يعني انبوب يحطوه بالجهاز التنفسي. هذا الانبوب بعد يوم يومين تنسد بالبلغم او بالمفرزات الرئه، والممرض او اللي قاعد بالعنايه ما ينتبه، وبالتالي المريض بيفطس، يعني بيموت، نقص الأكسجة بيموت. من هالشيء هذا يعني نحذر انه العالم تروحوا على المشافي اكثر، يعني قدر الامكان تعالجوا بالبيوت. يعني عندك نقص اكسجين اكسجتك اقل من 90 85 86، جيب لك اسطوانه اكسجين وحطها بالبيت وتعالج بالبيت. بالنسبه حتى الادويه مو معالجه، الادويه لا تعالج الكورونا، الادويه بس تخفف الاعراض، يعني من ناحيه الصداع او الحراره او انتي بيوتيك او كشغلات. معروفه بس سيتامول، يعني دواها خافض حراره باراسيتامول. اي هلا حاليا عم بيعطوا ادويه كثير كثير غاليه، في دواء في ابره حقها $100، المريض لازم ياخذ على الاقل شيء 6 ابر، يعني هذا $600 بس حق الابر، ما عدا الادويه الثانيه والفيتامينات والشغلات الثانيه. يعني ينصح اذا مو مضطر 100% او يعني طبيب شخصها 100%، ما لازم ياخذ. في شغله ثانيه، انا ليش سميتها فيروس اللعين؟ فيروس اللعين كيف؟ يعني مثلا في واحد مصاب بالعائله، بقيه العائله مو مصابين، مع العلم في مصابحه وفي تقبيل وفي كذا وفي كل شيء، مو مصابين. يعني عنده خطه خاصه بهذا الفيروس منتشر بالجو، معروفه كيفيه الانتقال عن طريق الرذاذ، عن طريق السعال، تقبيل، تصفيح، هيك تنتقل. قدر الامكان بنصح الناس بيسبوا يعني تقبيل ما لازم يكون موجود، المصافحه مو يكون موجوده، الكمامات يكون موجوده بالمكان المختص، هذا اهم شيء اكثر شيء. يعني هذا هو بالنسبه للكورونا المرضيه. استاذ سليمان، في سبيل ننتهي منه، هل هناك يعني علاج لكورونا محدد، يعني خاصة بعد تحوله إلى دلتا وربما هناك هل فعلا هي الآن تجارة ما بين شركات الأدوية؟ يعني صار في علاقة، يعني كورونا والسياسة في علاقة مترابطة مع بعض؟ انه هلا بالبدايه طبعا كورونا كانت مثل اي مرض عادي، بس شو صارت الهوبر الاعلاميه، الاعلام اللي كبرها. يعني تفتح تلفزيون تشوف كورونا، بتفتح الفيسبوك كورونا، بتفتح الجرائد كورونا، ويعني صار والاذاعه وكل العالم صار يحكوا بالكورونا، صارت هوصه، يعني صارت قلق وخوف من هالشيء هذا عند العالم. يعني صار فيها تدخل سياسه، صار تدخل سياسه. في اقول لك اتذكر لك شغله، صاحب شركه اللي بينتجوا الاجهزه التنفس الاصطناعيه، خلال الربع الاول من عام 2020 زادت ميزانيته اكثر من $1,000,000,000 $1,000,000,000، يعني رقم خيالي. اللي استفادوا من الكمامات، استفادوا من المعقمات، كل شيء هذول يعني صارت تجاره بيني وبينك، يعني صارت تجاره. حاليا بعد ما انتجوا اللقاح، انا طبعا انا اخذت لقاح الجرعه الاولى، وانصح كل الناس ياخذوا اللقاح، لانه الانسان الملقح ليس كما انسان مو ملقح. انصحهم ياخذوا اللقاح مهما كانت نوعيه اللقاح، تخضع للدراسات علميه من قبل منظمه الصحه العالميه، سواء كانت فايزر او استرازينيكا او فارما او مهما كانت نوعها، لازم ياخذوه، وخاصه من 40 وفما فوق. لانه بصراحه يقول الاستاذ احمد، هو بيجيب يعني هناك من يقول حتى اللقاح كمان برنامج سياسي. يعني طبعا سؤالي الاخير، لا لقاح لا لقاح هلا استاذ سليمان، لقاح حاليا مجاني، كل الحكومات مجبره تعطي للشعب وللجماهير الملتزمين، يعني عن طريق منظمه الصحه العالميه بيجيبوها من الشركات اللي بيشتروها بيعطوا للشعب بلا. في لانه الادويه صح الدول تعطيها مجانا لمواطنيها، ولكن تشتري من شركات ادويه، يعني في لها علاقه سياسيه بين الشراء. كمان هناك من يقول فايزر الصيني، الروسي، البريطاني، يعني استرازينيكا او اكس يعني تبع الامريكي. على كل حال اليوم استاذ عبد الباقي بابي نوروز، اليوم الاداره الذاتيه
في إقليم كردستان سوريا، هم بيسموه شمال شرق سوريا، أعلنوا عن حظر لمدة 10 أيام. هل فعلا يعني لماذا الكورونا انعاد بشكل قوة وصلت لحد أنه كمان يعلنوا إغلاق تام، يعني حظر تام للتجوال وللحركة؟ هلا نحن حكينا من الناحية المرضية بشكل عام. هلا بنجي على سوريا باعتبار كورونا، سوريا بين الكورونا المرضية والكورونا السياسية. بالنسبة لوضع سوريا للأسف يعني وضع ما بيريح، وضع مأساوي. في الأيام الأخيرة أنا بتابع الوضع يوميا أكثر من 1000 إصابة يوميا، وعدد الوفيات بالعشرات، وللأسف أرقام مخفية ما بيعلنوها، وهذا شيء مؤسف. يعني حدا بيخفي مرض أو إصابة عن شعبه، هذا ما صارت يعني. بعدين انه 10 سنوات من الحرب والتدمير البنيه التحتيه والاقتصاديه والانظمه الرعايه الصحيه. اليوم بابا نوروز، اليوم اداره ذاتيه اعلنت عن 10 ايام، يعني تبدا من يوم السبت، يعني 10 ايام حجر صحي كامل. شو القصه؟ يعني مره كانت خلصانه في نهايتها في روج افا، والان استاذ سليمان، لانه من امبارحه في 11 حاله وفاه. امبارحه 11 حاله وفاه زائد 257 اصابه، هذا بالامس. يعني هي كانت بالبدايه في تدابير خاطئه من الاداره الذاتيه، يعني اكيد ليك استاذ سليمان. هلا شوف الشيء اللي صاير، يعني صاير فوق طاقه الدول الكبرى، فما بالك الاداره الذاتيه؟ الاداره الذاتيه شو عندها يعني مسكين؟ يعني صايره فوق طاقات الدول. لا في اكسجين، لا في مشافي، لا في عنايه، لا في ادويه، لا 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 ولا، يعني فوق طاقه الكل. وبالتالي هن بياخذوا الحذر. الشيء اللي بيقدروا عليه هو مثلا منع، يعني يعزلوا حظر تجوال، منع العزوات، منع الافراح، منع الاجتماعات، يعني هذا اللي بيقدروا عليها. ولكن المرض لا، يعني هلا 10 ايام، بعد 10 ايام ايه؟ تتذكر نحن باقليم كردستان صار شهرين وثلاثه دائما كان حظر وتجوال وتجمع، وصارت يعني، وبدول العالم حتى طيران توقفت، كل شيء يعني توقف، بس المرض ماشي، كورونا ماشيه يعني. هلا سنعود الى الكورونا السياسيه في سوريا مع الاستاذ احمد رمح. استاذ احمد، حكى استاذ عبد الباقي، طبعا قبل ما نحكي شو حكى استاذ عبد الباقي، في هناك كثيرين يرحبوا بكم، احمد كرمي في هافال، سليمان في طيف تي في، كلهم يعني بيرحبونا بوجودكم على شاشتنا. استاذ احمد، يعني الاجراءات، حتى نظام العصابه الاسديه، يعني تعاملها يعني استغلالها بالاحرى لمرض فتاك ضد شعبه، يعني ما حصل مع الصومال. يعني لماذا بهذه العقليه؟ يعني هناك ارقام مخيفه انه مشافي سوريا يعني بالالاف، هناك ضحايا يوميا في سوريا. لماذا هذا التعامل السلبي؟ النظام ماذا يقصد باخفاء الارقام الحقيقيه، بمنع اتخاذ الاجراءات اللازمه؟ لماذا؟ صوت استاذ احمد. الذين رحبوا بنا على قناتكم الكريمة، وأتشرف بوجودي بينهم وعندكم، وأتمنى كما قلت في البداية أن نضيف شيئا يخرج فيه المشاهد بالفائدة. لما نحكي إحنا على الكورونا السياسية اللي هي المصطلح الذي يعني عشش داخلنا، اللي هو الاستبداد لا يهتم بالإنسان. وإحنا قلنا بالبداية ننطلق من منطلق إنساني. الاستبداد لا يقيم وزنا للإنسان. الإنسان إحدى وسائل الاستبداد لكي يبقى. لذلك تجد المواطن السوري الإنسان مدلولا مقهورا، تمارس عليه أصناف الذل والهوان في كل مناحي الحياة، خصوصا في مرحلة الثورة، وتحديدا الذين يعيشون تحت كنف النظام
أو الذين يعيشون تحت كنف جبهة النصرة، يعني الطرفان يعانيان. وأنا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم من الكورونا المرضية والكورونا السياسية وكل الكورونات السيئة والسلبية. لكن دائما الاستبداد كما تعلم يقوم بتضييق الدائرة. نحن اليوم نعيش في عصر المعلومة الحرة، إمكانية الوصول إلى المعلومات متاح للجميع، ولذلك لدينا الإنترنت، جوجل تبحث فيه كما تشاء، ترسل معلومة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، تذهب هذه المعلومة إلى كل أطراف الأرض الصغيرة الأربعة. الاستبداد لا دائما يضيق، لذلك تجد الدول الاستبدادية تمنع وصول المعلومة، ومن ضمن المعلومات المحجوبة والممنوعة الوصول الحقائق عن المجتمع، لأن حينما تكون بين يديك معطيات حقيقية إن من حيث الأرقام أو من حيث المعلومات تستطيع أن تقيم الحالة بشكل جيد. مثل الطبيب اليوم، الطبيب لما بده يشوف الحالة المرضية يحتاج إلى تحليل عام لهذا الجسم حتى يستطيع أن يعرف الداء ويصف الدواء بشكل جيد. الاستبداد الكورونا السياسية تمنع هذا، لأنها تريد داء أولا تخفي الحقيقة، ثم لا تريد أن يوجد حتى منافس لها في الرعب. منافس للاستبداد بالرعب لا يقبل، لأنه الاستبداد مثل ولا يوجد في العالم من شرح الاستبداد كالإمام الراحل الكواكبي. الاستبداد لا يقبل منافسة في أي شيء، ولذلك تقرأ أنت تاريخ المستبدين أنهم قتلوا أولادهم وقتلوا أخوتهم وقتلوا أقربائهم من أجل البقاء. الاستبداد هو أخطر الأمراض التي تصاب به الإنسانية، لذلك يقضي أولا على إنسانية المستبد ليحوله إلى شبح متوحش غير إنساني. من هنا حينما يتعامل النظام مع عملية حجب المعلومات، وأيضا حينما تتعامل جماعة الجولاني مع أيضا حجب المعلومات، لأنه أيضا هذول أهلنا وأخوتنا بشر موجودين في قضية الكورونا ووباء الكورونا، يخافون أن يعني يوجد ما يمكن أن ينافسهم أو يزعزع، لأنه الاستبداد أكثر ما يخاف منه هو الوعي، وأفضل خصم للاستبداد هو الوعي. حينما نعي حقيقتنا وكينونتنا، ونعي أننا بشر نستحق الحياة، نعي أننا لنا مطالب وحقوق نأخذها من هذه الحكومة أو من هذا الرئيس أو من ذلك الزعيم، الاستبداد لا يناسبه. لذلك يعمل على التجهيل بكل مناحي الحياة، ومن أنواع التجهيل الصحي، لأنه كما تعلم يعني إحنا في الشرق البائس كله وفي سوريا خصوصا لا نتمتع بثقافة صحية، لا نعرف ما يعني أنا أشوف المناظر في سوريا إنه سواء في الشمال بإدلب أو في الداخل، والناس ما عم تدرك قيمة هذه الكمامة، وهي مسألة بسيطة، ممكن أي واحد يضع كمامة ويصنع كمامة ولا يعرف قيمتها صحيا وتأثيرها على حياته. هذا من ضمن التجهيل الذي مارسه الاستبداد الكورونا السياسية. فالاستبداد يخاف من حرية المعلومة كما يخاف من حرية الإنسان، ويخاف أكثر من الوعي. لذلك تجد أكثر الشعوب قلة في الوعي والعلم ومعرفة الحقوق هي الشعوب المستبد بها من قبل كورونا السياسية التي هي الاستبداد. أستاذ أحمد، إذن باختصار يعني ما يهم الأنظمة الشمولية الدكتاتورية فقط الحفاظ على قصورها ولو كانت مبنية على جماجم وأنهار من دماء شعوبها. شوف صديقي، خليني أكون أنا بطبيعي صريح، وصراحتي أحيانا يعني تزعل الآخرين. أنا لا أستطيع أن أتكلم عن نظام الأسد فقط وأنسى نظام الجولاني، لا أستطيع. أنا ما لست عادل، لأنه نظام الجولاني مجرم ونظام الأسد مجرم بحق الناس.
فطبعا يعني هو يخاف من هذا الوعي. كما يعني هلا شو فرق هل يعني هؤلاء القياديين سواء في النظام او في ادلب، انا اتكلم عن القياديين وانا مع الناس هون وهون مع الناس، شو يعني شو قال عليهم؟ يعني القيادات هل قال عليها شيء؟ إن كان من الأمور الحياتية، إن كان من الأمور المعيشية، إن كان من القضايا الصحية، لا هم تلقحوا أول الناس ويعيشوا. ومثل ما تعرف شفنا كمامة بشار الأسد تساوي ما أعرف كم ألف ليرة سوري، ويجوز كمامة الجولاني أغلى منها، لكن الناس الآخرين هو لا يقيم وزن لشيء، فقط ما يهمه هو البقاء على منصبه وعلى كرسي. فقط ما يهم الجولاني أن يبقى مستعمرا هؤلاء الناس الذين هم تحت. يخطرني سؤال أنه الأسد معروف يعني بفكر قومجي عنصري جاي، ولكن الجولاني على أساس من فكر إسلامي من ديني جاي طبعا، وكذلك الأمر غالبية فصائل المسلحة التابعة الائتلاف، العمشات، الحمزات، الممزات، هذول كلياتهم على أساس بيحكموا بالشريعة الإسلامية. هل الشريعة الإسلامية تبرر لهم هذه الأعمال الإرهابية يعني المنظمة؟ يعني حاشا لله، حاشا للشريعة أن تكون ضد إنسان. الله يقول ولقد كرمنا بني آدم، والرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاءه بعضهم يقول له ادعوا على ابني، كان عنده ولدين يهوديين في المدينة، فقالوا النبي لا إكراه في الإسلام. لا، النبي عليه الصلاة والسلام بإنسانيته، لأنه أعظم شهادة نالها النبي شو هي؟ مو أنه رسول أو أنه كذا أو من قريش، أعظم شهادة وإنك لعلى خلق عظيم، ولا يمكن أن يتوفر الخلق إلا عند الإنسان. ولذلك هؤلاء فقدوا إنسانيتهم، لأنه حينما أتعامل مع الأمامي كإنسان أنا أحترم إنسانيتي أول وأفرض الإنسانية على الثاني كي يبادلني إياها. لذلك أنا قلت لك نحن في سوريا وفي الشرق البائس عموما نحن نعاني من خواء إنساني، لا نقيم وزن للإنسانية. أنت مخالفني، أنت كردي وأنا عربي لازم ألغيك وتلغيني، أنت شيعي وأنا سني، أنت علوي وأنا درزي. لا، هذه النعرات الطائفية أو القومية هذه ما دون وطنية. اليوم العالم تطور باتجاه حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان تقول سليمان هو مواطن سوري، لا يوجد شيء ممنوع عليه من مركز لا قيادة، أو فلانة مواطنة سورية لا يمكن أن يمتنع عليها أن تكون رئيسة الجمهورية أو تكون وزيرة أو تكون، لا يمنعها عرقا ولا تمنعها قومية ولا يمنعها طائفية. هكذا نكون بشر حينما نعطي الفرصة لكل المواطنين، والأفضل هو الذي يثبت نفسه، وليس القضية نحولها إلى كانتونات أو كوتات، والله نعطي الكرد هون شوي ونعطي العلويين هون شوي ونعطي السنة هون. هذا مو بلد، هذه كعكة يتقاسمها وحوش. البلد لكل أبنائه. أنا في أحد الحوارات الإعلامية ب 2011 كان مع بيانوني قلت لو أنكم فعلا مسلمون لكنتم طبقتوا الآية إنما خلقناكم شعوبا وقبائل، لقلتم نحن نعترف بالدولة الكردية كما نعترف بالدول التركية والإيرانية وكذا. لكنتم لو قلتوا أنه الكرد لهم حق، اعترفتم بحق الكرد بتقرير مصيرهم بأنفسهم، لرأيتم أفواجا من الكرد يأتون إليكم. فلذلك الإسلام هنا يعني سندخل الإسلام. الإخوان نعرف يعني معلومة، هي ليست بمعلومة جديدة، الإخوان هم التنظيمات التكفيرية، يعني خلينا نكون واقعيين، يعني هذول هم الإخوان المسلمون. يعني بدأت التنظيمات المتطرفة خرجت من رحم الإخوان. لماذا حينما أنت ذكرتني أنه سليمان له مسموح له كل شيء بسوريا، ولكن سليمان عندما يطالب بتكوين دولته الوطنية كردستان، بتحرير كردستان، إقامة وطنه الكبير، يعتبر سليمان خائنا بنظر المكون الآخر، الشريك الآخر بالوطن. شوف صديقي، أول شيء أتابع في قضية الشريعة شيء والإسلام شيء. الشريعة تعادل في الحياة
لمن يعرف الإسلام وعلوم الدين تعادل 5%، و95% عندنا هي الحياة كلها. يعني حينما نتحدث عن ما نسميها آيات الأحكام، هي 150 آية، يقابلها 1500 آية من آيات الأخلاق. شوف هذه النسبة والتناسب. يعني إحنا لما نقول الإسلام إنساني، ليش؟ عندي دليل بسيط، أنت والآخر والكل يعرفه، حتى غير متدين يعرفه، لأنه القرآن بدأ بسم الله وانتهى باسم الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، من الجنة والناس. فالشريعة حاشا، لأنه الشريعة الإسلامية واليهودية والمسيحية التشريعات السماوية جاءت لخدمة الفرد والمجتمع وليست لخدمة الله، لأنه الله غني عن العالمين. روح شوف كل التشريعات الإسلامية، طبعا الفقهاء يسمونها حدود وتسمية خاطئة. هذه التشريعات لأمن وأمان المجتمع، الفرد والمجتمع. فحينما يتحدثوا هم، يعني أنا أسميه مصطلح الدين الموازي. الدين الموازي رسالة السماء، يعني الدين الحنيف بريئة من هذا الدين الموازي ومن سدنته الذين يخرجون بفتاوى كما يشتهي المستبد الحاكم أو الذي يسيطر ويتمتع بالقوة. هاي من جهة الشريعة. فالشريعة الإسلامية حينما نجي إلى يعني نتحدث عنها هي أسهل وأطيب وألذ من شرب أنك تشرب من دجلة أو الفرات. فهي سهلة، وما في عندنا آية في القرآن تدعو إلى العسر، كل آيات القرآن تدعو إلى اليسر. من جهة ثانية سؤالك حول قضية الدولة. أستاذ أحمد، هنا سؤال، أنت يعني مفكر ديني، بحسب القرآن يحق للكرد بناء وطنهم، دولتهم المستقلة؟ شوف، لا، القرآن لم يتدخل بهذا. لا نحمل الإسلام ما لا يحتمل ونقع فيما وقع فيه الإسلام السياسي، الإخوان والتنظيمات السلفية المتطرفة. القرآن كتاب هداية وليس كتاب سياسة ولا كتاب اقتصاد ولا كتاب طب. القرآن كتاب هداية، وضع فيه سبحانه وتعالى المحرمات الإلهية اللي 14-15 محرم، وترك ما دون ذلك سماها منطقة المباح، ينظمها البشر وفق عاداتهم وتقاليدهم وقوانينهم ودستورهم، وبين الأخلاقيات. هذا هو القرآن. ما نحمله تحميلات أخرى سياسية اقتصادية أبدا، لأنه القرآن يخاطب المجتمع الإنساني ويخاطب الفرد من أجل صلاحه، ولا يتدخل، لأنه هذه المسألة متبدلة. أستاذ أحمد، سؤالي أنه هل إقامة الدولة الكردية أو دولة كردستان، ما نقول دولة كردية يعني قوية، دولة كردستان بتضم كل المكونات السكان العايشة على أرض كردستان، هل تعارض الشريعة الإسلامية؟ صديقي، أنا معكم وأنتم يعني أهل وأخوة كرد، وأنا ذكرت يعني رضعت من يعني حبابتي كردية، ولكن خليني أكون صريح. كنا نتحاور لما كنت في تركيا، عملنا حوار العربي الكردي، كان معنا الراحل عبد الصمد داود والراحل عبد الباري عطوان الله يرحمهم ويحسن إليهم، وكان معنا زرداشت، كانوا معنا مجموعة شباب. فلما نيجي نتكلم في قضايا تزيد الخلافات، وأنا دائما أبحث عن المشتركات، أنا أبحث عن التوفيق لا عن التلفيق. ويجب أن أكون صريح معك. أنت تقول لي هل في القرآن أو في الإسلام أو في الشريعة، أقول لك لا يتدخل بها. وإذا قال لك فقيه نعم في الإسلام يقول يجب أن تكون هناك دولة كردية أو دولة كردستان، أو يجب أن لا تكون، هذا وهذا كذابة. أنا برأيي، هذا رأيي الخاص، لا أعممه. لكن دائما أقول إحنا نريد سوريا أولا تخرج من هذه المأساة. الأحلام والأماني لا يوجد عليها سلطان ولا قانون. الكردي يحلم بدولته، الحلم ليس حراما وليس ممنوعا. السني يحلم بالخلافة، ليس حراما ولا ممنوعا. المكون الماء يحلم أيضا بدولة أو بكانتون، هذا. لكن لما نأتي إلى التطبيق ويكون في أولا، إذا كان في شيء بإكراه فهو غير مقبول،
فالإكراه في قضية القمة الذي هي الله، الإيمان بالله، غير مقبول، لا إكراه في الدين، فكيف بما دونها؟ لكن نجي اليوم نقول والله نترك هذا الأمر للاستفتاء، ما يقرر الناس نقبل به. لكن أقول لك الآن في طروحات، يعني في عندنا أولويات. إذا قلنا حلم الكردي من حقه وحلم السني من حقه، لكن هل في إمكانية لتحقيق هذا الحلم؟ هل يعني يترتب على هذا الحلم إذا حولناه إلى دائرة الفعل مفسدة أكبر؟ يتوقف هذا الحلم. بمعنى آخر، أنا أرى سوريا كاملة من مشرقها إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها لكل السوريين. لا أقصد فقط سوريا، أقصد المنطقة عامة. هناك دول عربية بالشرق الأوسط كلها أستاذي، عفوا يعني المقصود إذا أنت ذكرت الاستفتاء، وقد إقليم كردستان العراق أجرى الاستفتاء والظروف الدولية لم تسمح، لم يستفد من هذا الاستفتاء. بالعكس، هذا الاستفتاء لو سمحت الأستاذ، هذا الاستفتاء جاء سلبيا على الملا البرزاني، لأنه الظروف الدولية لا تسمح. اليوم الظروف الدولية لا تسمح. لكن نقول نحن مثلا، أنا لا أرى أنا هذا رأي شخصي، لا أرى بالفيدرالية أمرا مخيفا يقسم البلد، لا أرى باللامركزية الإدارية أمر مخيف يقسم البلد. أنا ما عندي استعداد ابن دير الزور، بس لو سمحت لي، أنا ما أقبل أنا ابن دير الزور يجيني محافظ من ريف دمشق. ليش دير الزور ما ظل فيها واحد يقوم بده وتأخذ محافظ من دير الزور على ريف دمشق؟ لا، هذا مو صحيح. الدير تعرف يعني إحنا أبناء المنطقة الشرقية يعني عندنا 80% من خيرات سوريا، ونحن أفقر شعب. يعني شوف أنت الجزيرة، الحسكة والقاموشلي والدير قبل الثورة. عليك أستاذنا. نعم. شاعرنا الكبير عايد سعيد سراج والأستاذ خالد بهلوي وبونيا جيجا، تحياتي لهم، كل التحية والمحبة والتقدير. أستاذة فدوى حسن، زميلة فدوى حسن، 100 هلا بالأستاذة فدوى. أتابع تماما، تفضل. فإذا اليوم أنا أرى، هاي قناعتي، لا أستطيع أجاملك ولا أنافق لك، لأنه لو نافقت لك وجاملتك هون أروح بمكان آخر أجامل، وهذا ليس من طبعي. أنا أقول لك أنا أريد وأحب وأتمنى سوريا. نعم، نحييك لأنك محترم جدا. الله يحفظك. أنا أريد سوريا واحدة، لكن أريد لا يعني إذا ظلم الكردي أنا مظلوم، وإذا ظلم العلوي أنا مظلوم، وإذا ظلم السرياني أنا مظلوم، وكذلك الدرزي. أي ظلم على أي مواطن من أي مكون ظلم على الكل. وقد نال من الكرد الظلم على يعني مستوى كثير. أنا أعرف، أنا مواليد الحسكة، تلمجدل كلها إن لجدي أحمد رمح. أنا أعرف ما جرى على أخوتنا الكرد وما جرى علينا نحن كعرب سنة، وما جرى حتى في ظلم يا أخي على العلويين. ليش ما عبر التاريخ ظلموا العلويين؟ عبر التاريخ كان العباسيين يذبحوا فيهم أكثر اضطهادا من الجميع يعني. فدائما إحنا شوف ما أجانا حكم عادل. يعني أنا بعد أبو بكر وعمر ما عاد، يعني عمر بن عبد العزيز ما تبقى، كله ظلم أو حكم أسروي أو حكم إمبراطوري أو غيره. ما أريد أقوله، أنا ما يهمني دولة صارت أو ما صارت. أنا شو يهمني إذا صارت دولة كردستان والكردي لا يتمتع بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؟ شو يهمني بهالدولة؟ شو هالدولة؟ يا حبيبي يا عزيزي، الدول والحكومات والإمكانات لخدمة الإنسان ولأمان الإنسان، فإذا ضحينا بالإنسان فلتذهب الدول والحكومات والإمكانات إلى الجحيم، لأنه الإنسان أولا. الإنسان هو مشروع الله في الأرض، ومن يحاول أن يقترب من هذا المشروع الإلهي بسوء فهو مفسد. فأنا ما يهمني أكون يعني تكون في دولة كردية والكردي لا يتمتع بالحرية، ولا يهمني تكون دولة خلافة. أنا لا أؤمن بدولة خلافة، أنا عربي سني، لكن أعتبرها وهم. هاي كذبة من كذبات العثمانيين وغيرهم وقبل وغيره، لأنه الآن ما عاد تتحقق، لا يمكن تحققها. أنا أريد سوريا المستقبل تكون دولة مواطنة. كل مواطن
وكل مواطنة لهم حقوق متساوية، لا نفرق بين مواطن على أساس العرق أو القومية أو الدين أو المذهب الطائفي، ولا يتقدم المواطن الذكر على المواطن الأنثى، فالأنثى والذكر سواسية. ما يجي واحد يقول لي هاي مرة ما يصير تحكم، لا، المرة لما حكمت أحسن منك يا ذكر. وما يجي واحد يقول لي هاي المرة عليها كيت وكيت وكيت لازم تطيع، لا، هاي حقوقها مثل حقوقك. هون تتجلى عدالة. ما عندك مشكلة على سوريا الفيدرالية أستاذ أحمد؟ أنا أقول لك ما راح تصير سوريا الفيدرالية، وأنا ما أرى شوف، ما أرى الفيدرالية سيئة، بالعكس هي من أرقى أنظمة إدارة البلاد، لكن في تخوف عند كثير من السوريين أن الفيدرالية مقدمة للانفصال. هذا تخوف موجود، وهذا التخوف تعرف من زرعه عند السوريين. أنا ما أرى في هذا، لأنه شوف، المنورين أصحاب الفكر التنويري من أمثالكم لازم أن ينوروا الشعب بأن الفيدرالية ليس تقسيم، إنما تقوية للوحدة الوطنية. لا طبعا ليس تقسيم، بالعكس. أنا أقول لك لو أنا مثلا أنا ابن حسكة، لكن حياتي العملية وغيرها والتدريس في دير الزور، أنا لما تكون فيدرالية دخلي في دير الزور يتضاعف 3 مرات، لأنه أنا إلي قسم من الثروة، صح؟ قسم من الثروة إلي، وقسم يعني الوزارات السيادية ال3 هي للدولة، العسكرة والسياسة والاقتصاد، لكن أيضا أنا ينوبني التخوف أنه يكون هناك انفصال. أنا قلت لك لا شك في شباب كرد يقولوا بدنا ننفصل، وفي شباب عرب سنة يريدوا خلافة ويجيبوا لي بغدادي والجولاني، وفي من مكونات أخرى يريدوا انفصال. أنا أريد الإنسان، ما حقنا ما يكفينا عشرية سوداء أكلت الأخضر واليابس، ما يكفي إنه نفكر بعقل وبإنسانية. أنا وإنت وأستاذ ماجد والأخوة والأخ نريد نعيش كبشر يا أخي، كفي إيمت نوعة، إيمت نحس. أنا ما بدي خيو، لا تقول لي دولة فلانية والنظام الفلاني، أنا أريد أعيش كإنسان، وأريد أعيش بأمان، وأريد أعيش بكرامة. وروح سميها فيدرالية جهنمية شيطان، ما أسأل أنا، لكن أنا أريد تعطيني إنسانيتي، ولا تخدش إنسانيتي ولا تحتقر إنسانيتي. هنا أنا أختلف معك، سميها مملكة، سميها شو ما تسميها، لكن أيضا يجب أن لا ننسى أنه في نظم عالمية اليوم، ولا شك هي أرقاها، يعني الولايات المتحدة تسيد العالمية نظام فيدرالي، أنا أعيش في دولة فيدرالية أيضا، أوروبا أغلبها فيدرالية. المشكلة ليست في أنه فيدرالية أو غير فيدرالية، أو كردستان أو غير كردستان، لا، المشكلة أنه ما بيناتنا ثقة، نحن ما بيناتنا ثقة، اهتزت الثقة. استطاع هذا النظام البعثي عبر 60 سنة 70 سنة تمام، من 63 أن يهدم الثقة فيما بيني وبينك، وجاء الحكم الأسدي وأيضا فرق ما بين الأخوة. يعني إحنا تعرف بالجزيرة يعني كل مكونات سوريا زائد مكونات أخرى موجودة بالجزيرة، ما في مشكلة إلا عند المتأدلج المتعصب شوية، ولكن نعيش بحب وهنا وإلى آخره. أنا اللي أريد أقوله، نريد أن نعيش كالبشر، نريد أن نعيش بكرامة، نريد أن نعيش بحرية، نريد العدالة الاجتماعية. وروح سميها مثل ما بدك تسميها، مثل ما بدك سميها، بس أنا احفظ لي كرامتي واحمي لي حريتي وطبق لي العدالة الاجتماعية. وآخر روح سميها إمارة مثل ما بدك سميها، لأنه ليس الاسم هو الأساس، المسمى الحقيقة. أحييك إمارة الإنسان، وأحييك أستاذ أحمد الرمح. سنعود إليك أستاذ عبد الباقي رجو بابي نوروز، تأخرنا عليك. أولا قبل أن نسألك، هل لك تعليق على ما قاله أستاذ أحمد الرمح؟ والله كثير تأخرتني أستاذ سليمان. لك كل الوقت، لك كل الوقت. شكرا لك. لا أحترم رأي أستاذ أحمد، وهو يعني حكى من الناحية الإنسانية بقدر ما يحكي عن الناحية الطائفية أو العنصرية وكذا، وأنا بحترم رأيه، وهذا إنساني. أنا تابعت صفحة الأستاذ أحمد، إنساني بدرجة الأولى، يعني نحن كلياتنا بنحب نكون نعيش كبشر مثل ما تفضل، نعيشين كإنسان،
ويتضمن حقوق الإنسان مثل ما هو معروف أو مكتوب. بس للأسف على أرض الواقع هذا كله بيانات وخطابات، وعلى أرض الواقع ما في شيء هذا يعني. للأسف لحد الآن نحن ب 2021 لا من العلمانيين ولا من اليساريين ولا من الإسلاميين ولا ما لمسنا الشيء هذا الشيء على أرض الواقع. هناك أشخاص أمثال الأستاذ أحمد وغيره، هذا يعني تعتبر حالات فردية يعني. بس كناحية من الناحية الفكرية يعني للأسف على أرض الواقع لا يعترف لا بالإنسان الكردي ولا بوجود الإنسان الكردي ولا بقومية الإنسان الكردي، وكل من ولد على أرض سوريا وهو عربي، وكل من ولد على أرض العراق وهو عراقي، وهو كل من ولد على أرض تركيا وهو تركي، وهكذا. يعني ها الثقافة القومية اللي يسموها، وتربوا للأسف معظم المثقفين والمفكرين والأدباء ترعرعوا في هذا تحت هذا الفكر الشمولي. وللأسف يعني بالكردية يقول فرشقوا يعني بشير أو أدين حليب يعني، أو للأسف يعني. بس من ناحية نظرية نعم والله العظيم كلياتنا نحب نعيش كبشر وكإنسان وياخذ حقوقه كاملة، ومثل ما تفضل إن شاء الله شو ما تسميها، بس تعيش بكرامة، تعيش بعز بكرامة، تحس بوجودك كإنسان. يعني الوطن الذي لا يؤمن كرامته ليس بوطن. أخي الله يرحمه، مثل ما تفضل الله يرحمه الأستاذ محمد ماغوط، كتاب على 400 صفحة له كتاب سأخون وطني. الوطن الذي يعني هو مع عدة الأسباب يعني، أن الوطن شو هو الوطن يعني، شو هو القومية، شو هو كذا يعني. في أستاذ مصدق عاشور يسألك هل نحن نعيش الكورونا السائبة؟ كورونا السائبة نعم كورونا فوضوية، كورونا سائبة نعم. وهذا الكورونا مؤثر على الحركة الثقافية والحركة السياسية بما فيها الحركة الكردية، يعني متأثرين كاملة. يعني نحن بشر نؤثر ونتأثر. سؤال هام جدا، حلو هالنقطة. أنت أحد أشخاص القيادية بالحركة الكردية بحزب الوحدة يعني تحديدا. لماذا هذا الكورونا الشبه قاتل، أو أنت مخدر، الكورونا السياسي اللي خدرت الحركة الكردية؟ يعني كنا أمام حزب واحد، يمكن صرنا أمام 100 ما بين حزب وما بين جمعية وما بين منظمة وما بين كذا، تجاوزنا الرقم 100 يمكن. لماذا ونحن 3 مليون؟ لماذا هذا الواقع؟ لماذا الكورونا الخطير؟ يعني الكورونا السياسية الكردية أخطر من الكورونا المرضية، لماذا وأنت أحد الأشخاص؟ شكرا على السؤال أستاذ سليمان. بس راح أجيب مثال. الأرمن يتذكروها، الأرمن بيقولوا يا ريت يكون العقل الأخير تبع الكردي يكون براسنا. يعني بعد ما يحدث الحدث يقول الأكراد الكردي يقول لو عملنا إيه كان أحسن. فهمت علي؟ الكورونا السياسية بالنسبة للحركة الكردية السياسية، أنا راح أغير السؤال، والكورونا الحزبية وليس الكورونا السياسية. الكورونا الحزبية اللي دخلت في جسم الحركة الكردية السورية، يعني معظم مثل ما تفضلت صاروا أكثر من 100. هذا هو التحزب، وليس أنا أقول وليس كردايتي. هذا يعملون بمفهوم الضيق، يعني بقوقعة، يعني يفكرون من ناحية الحزبوية فقط يعني. وهذا يعني بيأثر مجملة على الحركة الكردية بشكل عام. وطبعا بابي نوروز لو نطلع بأعياد نوروز نقول عاش سكرتير الحزب الفلاني وعاش الحزب الفلاني وآخر شيء عاش كردستان. يعني سكرتير أهم من الحزب أهم من كردستان. شو هذا الكورونا الخطير يعني؟ أنا أتفق معك 100%، وراح أرتب لك إياهم من الناحية هاي. يعني طبعا من المفروض يكون أول شيء القضية الكردية كقضية مضبوط. ثانيا الحزب
باعتبار أنت تعبت في هذا الحزب وناضلت بهذا. ثالثا أخيرا يكون سكرتير الحزب أو رئيس الحزب إلى آخره، يعني يكون عنده مكانة خاصة، ما في مشكلة. هلا نحن بالعكس، بدك تقرأ الآية، أول شيء الرئيس أو السكرتير، بعدين الحزبيوتي الحزبوي يعني الحزب، بعدين آخر شيء القضية. وكل الذين هلا حاليا طبعا نحن نسميه الأحزاب اللي بعد 2011، الأحزاب اللي بعد 2011 نحطها ما بين قوسين يعني وحتى اللي هذول. قبلين، وحتى اللي قبل 2011 وحزبكم، أليس شيخ علي عندكم؟ شيخ علي أليس أقدس من الوحدة، من الحزب نفسه؟ لا استاذ، عفوا استاذ سليمان، هلا بعد 2011 معروف كيفيه تشكيل الاحزاب وكيفيه تكوينهم ومين ما دعمهم، هذا معروف للكل يعني. بس قبل 2011 هناك احزاب مبدئيه، احزاب قديمه، احزاب تناضلت، احزاب سجنت، احزاب اعتقلت، يعني عمرها اكثر من 50 سنه يعني. أنا معك، ولكن يعني لا أنتم نفسكم، تقارن، لا يعني يقارن، لا نفس يقارن بعد العقلية. باحزاب 2011. أقصد بالعقلية السياسية، يعني عندكم كمان القيادي، يعني نعم ممكن نعم انا ممكن انتقد حزب الوحدة وما تزعل، ولكن إذا انتقد الشيخ علي فورا بدك ممكن تضربني. لا انا من هالناحيه بالنسبه لي لا مالي، لا تعصب ولا شيء لا، يعني. مو كشخص، مو كحالة انا شخص، كحالة عامة. لا هلا النقد، هلا في النقد من ناحيه معروفه يعني، النقد في نقد بناء وفي نقد هدام. هلا النقد اذا تنقده من ناحيه انه والله عنده سلوكيات خطا او عنده اخطاء، بتفق معك. بس النقد من اجل النقد هذا يسموه النقد الهدام، يعني انا ما اتفق لا، أنا ابدا كان من قصدي هالناحيه. انقد بابا نوروز، قد ما بدك، انقد سياسه الحزب، انقد السكرتير الحزب، انت تأليه حر. القائد، تأليه بس القيادة. العبوديه في بعض الاحزاب، عفوا استاذ سليمان، في بعض الاحزاب يعني القائد صاير عندهم مثل الرسول، مثل الرسول، يعني مثل أهم ايام من الرسول، الرسول، يعني هلا يعني ما يصير مثلا تقرب عليهم. تنتقد لا وفي ناس وجلان تنتقدهم فلان، بشكل عادي يعني. كارثة كبرى، مو هيك؟ ايه إيه، ايه ابو نمرود، يعني اقول تفضل. لك يعني بعض الاحزاب حولوا رئيس الحزب وسكرتير الحزب الى مثل عبوديه. وطبعا هذول موروث من الثقافه اللي قلناها، ثقافه العبوديه اسميها، ثقافه الخوف، ثقافه العبوديه، من ايام شلون ما كانوا يعبدوا صدام حسين ويعبدوا حافظ الاسد ويعبدوا القذافي، والثقافه العربيه الشامله، الثقافه الشموليه موروثه، هاي موروثه اخذينها منها للاسف يعني. يعني عايشين بهالبلدان ومتاثرين فيهم يعني. لا تغطى الشمس بالغربال، مثل ما يقول، لا يحجب الشمس بالغربال. يعني نحن اولاد بلد وبنعرف الشيء هذا يعني، هذا معروف يعني. بس قصدي قلت لك يعني انه الكورونا الحزبيه يعني، انه هالانشقاقات اللي صارت يعني، كل واحد بيطلع من الحزب يقول والله راح وصحح مسار الحزب، بعد كم يوم كمان يصير انشقاق كمان، الثاني يقول صحح مسار الحزب، وكلها مثل ما بيقولوا يعني للاسف يعني مو على قدر المسؤوليه، ولا هم يفكروا بالقضيه الكرديه، فقط يفكروا بالكرسي او بالمنصب. وهناك من يدعمهم، اكيد هناك من يدعمهم، انه قد ما فيك تشتت الحركه الكرديه بيكون لصالحنا، وامثله كثيره على ذلك ومعروفه لديك اعتقد يعني. تمام. استاذ احمد، سننتقل الى الاسلام السياسي او كورونا الاسلام، اذا صح التعبير. يعني هناك من يقول الاسلام السياسي صناعه امريكيه، وياتون بدليل الاخير انه عمليه تسليم الحكم في افغانستان لطالبان، التي كانت تعتبر لحد هذا اليوم حركه ارهابيه. وايضا يعني داعش نفسها يعني شماعه بيد، هي صناعه امريكيه، كما الانظمه الدكتاتوريه صناعه امريكيه او اراده امريكيه، صناعه او اراده، يعني ما بين الصناعه والاراده.
فنعرف مثلا جماعة جولاني والنصرة ودواعش كانوا في سجون سوريا وأطلقهم النظام. أمريكا تخصص أنه فلان سنكافئ فلان شخص إذا ألقي القبض عليه وبيطلع بالأخير أمريكا وراءه يعني. فهل حقا الإسلام السياسي صناعة أمريكية؟ كما هناك يعني من يتهم بأنه الرأسمالية حينما توصل للحالة المتوحشة، الرأسمالية العالمية للحالة المتوحشة، تتعامل حتى مع الشياطين يعني، أو تصنع الشياطين. لا، هو حينما نتكلم في تاريخ، وهذا التاريخ ليس يعني مخبأ، الإسلام السياسي ظهر في عشرينات القرن الماضي بعد سقوط الخلافة، بمعنى سميناه الإسلام السياسي، والمصطلح هذا نحته المستشار العشماوي منتصف الثمانينات. الإسلام السياسي بمعنى هناك تيار أو فريق أو حزب إسلاموي، وأنا أفرق بين المسلم والإسلامي والإسلاموي، في تفريق بينهما، ليسوا سواء. فالإسلام السياسي هو إسلام يستخدم الدين للوصول إلى السلطة، يستخدم الدين للوصول إلى السلطة. كل من يستخدم الدين للوصول إلى السلطة هو إسلام سياسي، سواء كان إخوان مسلمين أو كان سلفي أو أيا كان، حزب تحرير، غيره، هذا إسلام سياسي. إسلام سياسي بدأ في نهاية عشرينات القرن الماضي، وكان يعني دعم ماديا في البدايات من بريطانيا، لم تتدخل. الولايات المتحدة دخلت في صفقة مع الإسلام السياسي نهاية الخمسينات، أيام إيزنهاور، لما احتاجت الإسلام السياسي، وعملت صفقة معه وتفاهم من أجل مقاومة المد الشيوعي إن في أوروبا أو في الشرق هناك البائس. وثائق علاقة حسن البنا، علاقة البنا مع المخابرات الأمريكية يعني. لا، أنا دارس المسألة جيدا، ودارس الإخوان، وما زلت أكتب عن الإخوان وأعرف. لا، ما في هذا الكلام. لا، في عن البريطانيين تحديدا يعني. كانت البريطانية، قلت لك أنا البريطانية شركة قناة السويس ببداية تأسيس الإخوان، تحديدا نهاية 28 بداية 29 تبرعوا له، هاي ثابتة ويعرفها كل من يعرف تاريخ الإخوان، ب500 جنيه، ما ندري عاد إحنا جنيه استرليني أو جنيه مصري أو جنيه ذهبي، ولكن كانت تعادل ثروة. بريطانيا لا شك ما زالت حتى اليوم تحتضن، لكن في مرحلة الثانية، مرحلة اللي ايزنهاور احتاج إلى إيديولوجيا تقابل إيديولوجيا الشيوعية، المد الشيوعي اللي بدأ في أوروبا والوطن العربي، فعمل هذا التحالف مع الأخوين دالاس، عملوا هذا التحالف مع الإخوان المسلمين مقابل أن يوقفوا المد الشيوعي في أوروبا. وهناك في ذلك الوقت نشأ التنظيم العالمي للإخوان، وكان ثمن الصفقة ما سمي الصحوة الإسلامية. فظهرت مظاهر الصحوة أو ما يسمى غربيا الانبعاث الإسلامي. هون كان هذا له دور، أمريكا لها دور كبير في دعمه، وأجى السادات وتقرب من الإسلاميين وأطلق سراحهم. هناك من يقول حتى اتحاد علماء المسلمين اللي الآن يرأسه القرضاوي كمان يعني في علاقة يعني تحت طاولة فوق الطاولة مع الولايات المتحدة، يعني في علاقة مشتركة مع مصالح مشتركة. والله ما أعرف. شوفوا، الاتحاد علماء المسلمين بشكل أو بآخر بحضن الإخوان، أنا بال2004 كنت مرشح له، هو بشكل أو بآخر بحضن الإخوان، واللي يتزعمه هو الأب الروحي للإخوان الشيخ يوسف القرضاوي. لكن أنه أنشأته الولايات المتحدة أم لا، أنا كباحث أتعامل مع الوثيقة والدليل، لا أستطيع أن لا أقول إنشاء، إنما علاقات مشتركة مع الولايات المتحدة. أيوة، ممكن يكون هذا. فالعلاقات المشتركة، أي منظمة تكون لها علاقة مع أي دولة، هذا ما عبر أردوغان. لا، قبل اتحاد علماء، قلت لك أنا مرشح اتحاد علماء المسلمين 2004. اتحاد علماء المسلمين قبل أردوغان.
قبل لا نحن أردوغان. نقول العلاقات تحديدا، هناك وسائل يقول أردوغان هو الوسيط يعني ما بين العلاقة مع الغرب. لا، اتحاد علماء المسلمين يعني يهم الغرب مثل ما أردوغان يهم الغرب، مثل ما السلفية تهم الغرب وتستفيد منها. أي لا، أستاذ مصدق اتحاد العاشور. علماء المسلمين بشكل أو بآخر في الحضن الإخواني أستاذ وفي أحمد، قطر. هاي أستاذ أحمد، أستاذ مصدق العاشور سمعان في أكيد شخصية، كل التحية له طبعا، شخصية نعم. سياسية سورية معروفة نعم. يعني، بيقول الإسلام هو الحل دعمه الغرب. هذا شعار يدغدغ عواطف المتدينين. الإسلام هو الحل والعلمانية هو الحل واليسار هو الحل. هذه شعارات لدغدغة الحاضن الاجتماعي لكي ينجذب إلى المشروعات السياسية. الإسلام، لما أقول حتى الشعار فيه غلط، لما أقول الإسلام هو الحل أنا ألغي الآخر. وبالأساس الإسلام وسنة الله تقوم على التعددية، وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله. الله أقر التعددية، وسبحانه وتعالى يريد التعددية في الأرض والوحدانية للسماء. فكل أحادية مهما كانت، يعني شوف الأحادية الإيرانية مذمومة لأنها ترفض الآخر. أحادية كانت قبل فترة بالسعودية مذمومة لأنها ترفض الآخر. أحادية كوريا الشمالية مرفوضة. الاتحاد السوفيتي لما كان أحادي سقط، وسيسقط نظام الاستبداد في سوريا لأنه أحادي لا يقبل الآخر. أي نظام أحادي لا يعترف بالتعددية، لأن التعددية هي التي تظهر جمالية الكون. حينما يكون اتحاد علماء المسلمين أو أنا قلت لك، أنا يعني أكثر الناس نقدا للإسلام السياسي وإلي كتب وإلي مقالات وإلي الآن البارحيات نزلت دراسة أنقد في الإسلام السياسي بدراسة، وبعثت لك يمكن الإيديولوجيا العمياء سميتها. لكن أيضا حينما أقول سين أو هذا الفريق أو هذا الحزب له علاقة، لأنه دائما يكون وراء هذه الصفة في اتهام. أنا أحتاج دليل، أنا أحتاج لدليل حتى أبني عليه، حتى لما أحلل هاي المسألة. بس لكن العلاقة الاستراتيجية ما بين أردوغان ومثلا اتحاد علماء المسلمين يعني علاقة يعني خير دليل بحد ذاته يعني. هذا مثلا لا أنت كنت تحكي لي عن الأمريكا وعلاقة مع أمريكا، وأقول لك لو في علاقة الاتحاد، ويقولون يعني مش أنا أقول، يقولون تمام حتى لو في، شوف بغض النظر عن اتفاقي أو اختلافي معهم، حتى لو كان اتحاد علماء المسلمين له علاقة، تعرف أنت نائب رئيس اتحاد العلماء المسلمين أو الرئيس الفعلي هو كردي على فكرة. هو كردي بس كردي، ولكن أيد احتلال عفرين وعملية ما أنا أخي، أنا أكثر من دافع عن عفرين. كما في وعفرين هناك شواذ، فعنا كمان أيضا نفس لا إيه طبعا لا، أنا أكثر من دافع عن عفرين. وعفرين هي المدينة المظلومة، مدينة السورية المظلومة، مدينة التي يعني حتى من الكرد من آذى عفرين وباع عفرين. مدينة عفرين فعلا مدينة مظلومة، وأنا أعرف يعني شباب، وكانت تحوي يعني أجت بال 2012 إذا تذكروا عفرين صارت مليون، موجودين فيها مليون، فهجرت. هلا بالنسبة لأردوغان أصبح الإسلام السياسي ينظر له على أساس هو السلطان وهو الخليفة القادم، وبدأ هذا الترويج، واستفاد أردوغان منهم أكثر مما استفادوا منه، لأنه يعني أصبح اليوم أردوغان يتكلم باسم مشروع السنة، هو زعيم السنة السياسي والزعيم الديني. وشفت أنت القرضاوي لما أجى على تركيا ماذا قال فيه. فيكون الاتحاد علماء له علاقة مع أي دولة، هذا لا يضيره، على شرط أن لا يكون تابع ولا يكون عميل ولا يكون ضد بلده. طبعا ما يمنع. لماذا ركزنا على اتحاد علماء المسلمين؟ لأنه لهم تأثير كالكورونا على الحالة السورية. طبعا في تأثير سلبي كان كثير حول هالمسألة هاي، بدعم خصوصا دعم، تعرف أنت يعني المشايخ السنة استخدموا خطاب طائفي، خطاب لا إنساني
خطاب في قتل وتدمير وهدر للدماء، وجلبوا لنا الجراثيم الكورونية من كل مكان بالعالم. يعني ما يسمون بين قوسين مجاهدين جاءوا من كل مكان وأضرونا كثيرا. وأنا تحاورت معهم وكفروني في الرقة، تحاورنا معهم في الشدادي لما رادوا يدخلوا على الحسكة بال 2012، تحاورنا معهم بتركيا ونرفضهم ولا نقبل غير السوري أن يدخل سوريا، لا نقبل بهذا. إيراني، تركي، أمريكي، روسي، أي دولة تدخل لتسعر هذه الحرب لا بارك الله بها. إذا يدخلوا عن طريق الأمم المتحدة لوقف الحرب ولحل، يعني مثل ما يقول يعني قوات فصل من أجل تحقيق الحل، أهلا وسهلا لمدة مؤقتة ثم ينسحبوا. لذلك أنا أخص الإسلاميين اللي أجوا باسم الجهاد إلى سوريا كانوا بغاة وطغاة وغلاة، واستخدموا التفجير والتكفير ضد المسلمين. آذوا الكرد وآذونا السنة وآذوا الكل. يعني في إدلب كثير الناس ما تعرف كان في 13 قرية درزية، نعم ماني غلطان، هجرت. في قريتين شيعية تعرفوا شو صار فيها، في مسيحيين وفي غيره. لذلك كل من دخل سوريا وكل من أدخل سوريا هم مجرمون. أستاذ عبد الباقي رجو بافي نوروز العزيز، سؤالي ما قبل الأخير أيضا لك، كيف ترى مستقبل الكرد في سوريا القادمة، في سوريا التي ننشدها جميعا؟ الصوت من عندك صامتة تماما، تفضل. أقول مستقبل الكرد أو مستقبل العرب أو مستقبل مين ما كان يعيش في سوريا هو مرهون بكتابة دستور حضاري يضمن حقوق كل البشر الموجودين على أرض سوريا. هذا المطلوب، يكون دستور جديد الكل يشاركوا بكتابة الدستور حتى يضمن حقوقهم. المطلوب بالنسبة للحركة الكردية، أنت سؤالك يجوز من ناحية الحركة الكردية. الحركة الكردية أيضا كأي حركة سياسية لازم يعني يتفقوا على خطاب سياسي موحد، ولا أقول وحدة، ولا أقول يعني الكل يصير جميع الأحزاب يتوحدوا في حزب واحد، لا، بس يتفقوا على خطاب تماما، خطاب موحد، وحدة المواقف لكتابة دستور جديد لسوريا للجميع، سوريا لكل المواطنين، سوريا المستقبل لازم هيك بتكون. بس للأسف لحد الآن أستاذ سليمان القرار مصادر سواء كان حكومة أو معارضة، يعني بما فيها حكومة دمشق قرارها مصادر، قرارها ليس بيدها. هناك دول داخلة بشأن السوري كإيران وروسيا مصادرة القرار السوري. أما بالنسبة للمعارضة فأيضا قرارها مصادر سواء كان من تركيا أو أمريكا أو غيرها، بما فيها الحركة الكردية على مستوى المحلي على أي الكردية بما فيها الحركة الكردية أيضا مصادر قرارها. هناك تدخلات لآلية، كيف بدنا نوصل لآلية يوحد الموقف البيت الكردي سوريا؟ الآلية أستاذ سليمان، الآلية الوحيدة حتى نصل إلى سوريا المستقبل بالنسبة للحركة الكردية أن نفكر بعقل كردي سوري، يكون قرار مستقل، قرار كردي سوري. طبعا أستاذ بافي نوروز في تعليق لأستاذ مصدق عاشور، طبعا أشكره جدا، هو قال أنتم عليكم كأيها الكرد. طبعا أستاذ مصدق عاشور هو شخصية من دير الزور، شخصية وطنية نكون لها كل الاحترام. قال أنتم لماذا تقولون حتى إقليم كردستان سوريا، إنما قولوا إقليم كردستان الملحق بسوريا، الملحق. قال عندما تقولون كردستان سوريا فأنتم تشرعنون الاحتلال اللي قسم الوطن الكردي. يعني طبعا هو يعني من الشخصيات اللي جدا حقانية أو تدعو إلى الحق
ما بيسألك ما هو البرنامج السياسي والدبلوماسي لسوريا المستقبل. سؤال موجه لكم اثنيناتكم طبعا. هلا سنخلي الأستاذ أحمد كمان شو رأيه. تفضل أستاذ أبو نوروز. هذا هو المطلوب. أنا يعني أحترم رأي أستاذ مصدق عاشور، وهذا رأيه وأحترمه، وهذا موضوع آخر بالنسبة للتاريخ والجغرافيا. كردستان سوريا أو جزء الملحق بسوريا أو جزء الملحق، هذا موضوع آخر يعني. بس القصد إنه تصحيح للأسماء للغة يعني. نعم للحقيقة. نعم أنا معك. بس قصد إنه المطلوب من الحركة يعني ما أحب أكرر الجواب، يعني أنه يفكروا بعقل، أنه عقل كردي سوري. مفهوم يا أستاذ سليمان؟ يعني هناك تدخلات إقليمية في الحركة الكردية السورية، وبالتالي مصادرة قرارها. يعني ممكن يجتمعوا في القامشلي ياخذوا قرار، بعد ساعتين 3 أو بعد يوم يتغير القرار. أنه بمعنى هناك تدخل من خنديل ممكن، من قنديل ممكن، من سليمانية ممكن، من هولير ممكن يعني. نعم يعني هناك تدخلات إقليمية. لا شوف خلينا نكون واقعيين للأمانة يعني. بابا نوروز يعني السليمانية الله يعين وضعهم حاليا، هن في وضع خاص هذا. أما هولير معروف هو محور الكردياتي يعني. أما محور القنديل هو المصيبة الكبرى لكل الكرد يعني. المصيبة اللي أنه ما يعني خلوا اعترفوا جعلوا اخوه الشعوب، غيروا هذا كردستان سوريا الى روج افاو، ثم الى شمال شرق سوريا، ثم يعني ما خلوا شيء يعني حتى الاسماء يعني. فهذا هو الحال القنديلي. حرام نقارنها بالحال بالتدخل الهوليري يعني. رغم انه لا انا بالبدايه كثير جدا جدا يعني. لا عفوا استاذ سليمان، انا بالبدايه قلت لك ان هذول الحزباوي يعني يفكروا بالعقل الحزبي الضيق، وليس بعقل الكردي. انا هذا قصد. لنا علاقات جيده جدا مع جميع الاطراف وجميع الاحزاب، ونحترم خصوصياتهم، بس لكل جزء له خصوصيته استاذ سليمان، لا تنسى. تماما. لكل جزء له خصوصيته. نعم، كردستان ايران لها خصوصيتها، كردستان تركيا خصوصيتها، ولكن هناك احترام متبادل، هناك تبادل وجهات النظر، هناك احترام، ما فيها الشك هاي. بس يعني قصد نعم، بس إن القصد انه هذول اللي تحولوا الى فكر حزبي ضيق ضيعوا القضيه. المطلوب يتوجهوا بمواقف موحده وخطاب موحد لكتابه دستور لسوريا المستقبل. هذا الأهم شيء حاليا، لأنه بصراحة الوقت بيروح. يعني دخلنا ب 2021 راح ياخذ 21 ندخل ب 22. وقتنا كمان تجاوز الساعة ونصف. وقتنا ساعة ونصف، تجاوز وقت ساعة ونصف. كان الحديث معكم ممتع. نختم بدقيقة. أستاذ أحمد، آخر كلمة لك، أو كنت تتمنى أن أسألك سؤال؟ الحديث معك ومع أستاذ رجو ممتع جدا، ولكن الوقت يلزمنا يعني. أنا سعيد. شكرا صديقي. آخر دقيقة أقول فيها، آخر كلمة بدقيقة أقولها. قريبا جدا، ربما نهاية هذا العام أو بداية العام، ستكون هناك مصالحة وتفاهم بين تركيا والإدارة الذاتية برعاية أمريكية، وهذه معلومة وليس تحليل. أشكركم شكرا جزيلا على هذا اللقاء. نلتقي في سوريا واحدة موحدة. المواطن السوري كرديا، عربيا، حلويا، درزيا هو الأول وهو السيد، وهو فوق الجميع، حتى فوق الدستور الذي لا يحترم المواطن لن نحترمه. أنا مواطني ولست وطن. الوطن الذي لا يحترم إنسانية الإنسان ليس بوطن. أشكرك أنا مواطني ولست وطنيا. ونشكرك جدا جدا. نتمنى طبعا أنت وأستاذ بابي نوروز تبقوا مع هلا سنودع المشاهدين أن تبقوا معنا. سيكون 5 دقائق حوار تحت الطاولة، تحت البث المباشر. تبقوا بالاستوديو، سنودع المشاهدين. بابي نوروز نشكرك جدا جدا على مشاركتك معنا.
كل الشكر لك أستاذ أحمد الرمح. تحياتي لك والأستاذ بابا نيروز، أستاذ عبد الباقي العزيز. شكرا أستاذ أحمد، فرصة سعيدة. شكرا لك، شكرا أستاذ عبد الباقي الجندي المجهول اللي خلف الكاميرا، وهو اللي عامل كل شيء، يعني تاركنا احنا نحكي وهو ياكل جوعان يتعشى. أكيد. شكرا أستاذ أحمد، باسمكم ضيوف الكرام وباسمكم مشاهدي الأعزاء، نوجه لعبد الباقي حسيني معلمنا كل التحية. ابقوا معنا. كل التحية وشكرا له، تحملني كثيرا في موضوع تجهيز البرنامج حتى نخرج معكم. مع كل أحرار سوريا، كل من يحترم إنسانية الإنسان. شكرا الله جزيلا. يحفظكم يا رب. ابقوا معنا مشاهدي الكرام، وصلنا لنهاية الحلقة. انتظرونا في الخميس القادم، أو بالأحرى سيكون هناك لقاء خاص يوم الأحد، لقاء خاص حول الكرد والانتخابات العراقية في تمام الساعة 9 يوم الأحد. ابقوا معنا، حلقة خاصة، يعني مش برنامج، لقاء خاص مع الأستاذ عبد السلام برواري، وهو الشخصية الكردية المعروفة. سنلتقيه يوم الأحد. ابقوا معنا وانتظرونا يوم الخميس في حوار جديد وضيوف جدد، وإلى ذلك الوقت دمتم برعاية الله.